يا صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب وبعود الأيام. ده تاني يوم ليا في انليشد سنتر. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، أول ما دخلت اتقابلت بالكلبة اللي زي القمر دي نايمة في حضني ومش عايزة تسيبني. بعد كده قلت بقى اخد لفة كده على البوكسات واشوف الكلاب اللي انا المفروض اتعامل معاها. قابلت المعلم جيمي. جيمي كلب عنده مشكلة، هو بثلاث رجول، هنحكي قصته بالتفصيل الأيام اللي جاية. من ساعة ما دخلت له لا طايق نفسه ولا طايقني ولا طايق البوكس اللي هو عايش فيه. قعدت اقول له يا عم جيمي، يا جيمي احنا اصحاب، يا جيمي المفروض ان انا المدرب بتاعك، وهو راسه الف جزمه لا ياكلني. قلت ادخله كده الليش يمكن ما يكون بيهوش بس وما بيعضش. وطبعا زي ما انتم شايفين لا جيمي طلع بيعض. بعد كده لقيت عم ياسر جاي لي بيقول لي ايه يا كابتن، فبقول له ايه يا عم جيمي ده ماله. قال لي جيمي عض الناس قبل كده. طبعا قلت له الله يطمنك يا عم ياسر. قلت اخد لفه على بقيه الكلاب، لقيت الكلب القمر ده هو المفروض باد بول ميكس دوجو ارجنتينو، وزي ما انتم شايفين مش محتاج كلام. بعد كده لقيت الكلبه الباد بول دي شخصيتها برضو زي القمر. والغريبه ان الكلاب الباد بول عندهم هي اللي شخصيتها زي الفل، والكلاب المفروض تبقى مؤدبه مش مؤدبه خالص. طيب ده صاحبه اتخلى عنه ليه؟ انا فعلا ما عنديش رد. بعد كده دخلت على الكلبه الجيرمان شيبرد دي، تقريبا انا جيت لها في وقت غير مناسب برضو. قعدت تبين لي في انيابها وعامله لي فيها 70 راجل في بعض، نرجع لها بعدين. بعد كده لقيت الكلبه الكوكر اللي زي القمر دي عايزه تخش السيرك وطالعه مقابلاني. بعد كده قابلت الكلب المحترم ده وشكله غير محترم بالمره. من الواضح ان لسه كتير انا محتاج اعلمه لهم، وكتير انا محتاج اتعلمه منهم.